في الغابة الهادئة عاش فأر صغير يسمى تأم. كان تأم شجاعا ومغامرا. في أحد الأيام قرر تأم استكشاف العالم الخارجي. خرج من جحره بحذر مزودا ببعض الجبن للطاقة. بدأ تأم رحلته عبر الأعشاب الكثيفة وأزهار البرري. قابل سنجابا وديا أخبره عن بحيرة جميلة قريبة. قرر تأم الذهاب لرؤية البحيرة. في الطريق واجه ثعلبا جائعا ومكرا. استخدم تأم ذكاءه لتشتيت انتباه الثعلب بجزء من الجبن. هرب بسرعة وواصل طريقه إلى البحيرة. عند وصوله اندهش من جمال البحيرة الزرقاء الصافية. قرر تأم قضاء اليوم مستمتعا بالمناظر والمناظر الطبيعية. تعلم تأم من مغامرته أهمية الشجاعة والحذر. عاد تأم إلى جحره سعيدا محملا بتجربة جديدة. استمر في مشاركة قصص مغامراته مع أصدقائه في الغابة. أصبحت تأم قدوة للفئران الأخرى في الشجاعة والحكمة. وعاشت تأم مغامرات جديدة في كل مرة تشرق الشمس.